السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة قدوم سنة 2023. ربنا يجعلها سنة سعيدة عليكم يا رب، وعلى أولادكم وعلى أحبابكم، وربنا يجعلها سنة سعيدة على كل العالم يا رب. ان شاء الله النهارده نعمل تحلية بسيطة كده سريعة، بمناسبة العام الجديد. حاجة سريعة كده، يعني ممكن على طول تقومي تعمليها. تحلي كده، تبقى حاجة حلوة للأولاد يحلوا بيها ليلة رأس السنة. إن شاء الله كده معانا بسكوت سادة، بسكوت الشاي. تقريبا معايا 350 جرام أو 400 جرام. هنكسر طبعا البسكوت ده في المطحنة، الكبة، أو بالهاند بلندر، أو بأي حاجة تدقيه ينعم معاكي. المهم ان احنا نخليه ناعم قوي. انا طحنته وخليته كده ناعم. هنحط عليه كده معلقتين كبار من السكر البودرة، معلقتين كبار، وكمان معلقتين 3 معالق من الكاكاو الخام، 3 كبار برضو. لو كان معاكي الكاكاو فاتح هتحطي 4. انا حطيت 3 بس لان الكاكاو الخام عندي كان غامق. هنقلب الكلام ده كله كده مع بعض كويس قوي لحد البسكوت ما ياخد من السكر والكاكاو. هي حاجة بسيطة جدا، وأكيد إن شاء الله عندكم كل حاجة موجودة في البيت. الكاكاو دايما عندنا، والسكر طبعا، والبسكوت موجود دايما عشان الأولاد كمان. هنجيب كمان ربع كوباية من الزبدة، زبدة دايبة. هنحط ربع الكوباية ونقلبهم برضو كويس مع البسكوت، لغاية ما يتشرب كويس قوي الزبدة كده. تمام. هنجيب معانا برضو كوباية الا ربع لبن او نص كوباية، على حسب البسكوت بتاعنا ما يشرب وياخد ياخد اللبن ويلم معانا عجينة كده متماسكة. انا اخد معايا تقريبا كوباية الا ربع. هنحطه كده على مراحل حبة حبة. طبعا كل ده هيلم معانا ان شاء الله، بس نشرب كويس البسكوت، نشربه باللبن كويس قوي، ونلم برضو كده بايدينا لحد العجينة ما تلم معانا كده. تمام. وهتجربيها كده، تعملي لها اختبار كده، تشوفيها تشقق معاكي او تبقى ناشفة ولا حاجة. لا، هي كده تمام، لينة كده وناعمة، ولا بتشقق ولا حاجة. هنجيب بقى كده ورقة زبدة او اي كيس او ورقة ستريتش، هنحطها كده عليها ونحاول نعملها اسطوانة. طبعا تقدري تطولي الاسطوانة قوي بحيث ان القطعة تطلع معاكي صغيرة، وتقدري تخليها كنزة او عريضة، تطلع معاكي عريضة حتة البسكوتة. انا خليتها كده في المتوسط. نلفها كويس جدا، ونحاول كده نضغط عليها من الجناب وندور فيها كويس قوي لغاية ما نحس ان مفيش اي شقوق او اي ثقوب هتبقى موجودة فيها. نلفها كويس جدا وندخلها التلاجة ساعتين 3 لغاية ما تتماسك. وهنجيب نص باكو شوكولاتة من الكبير كده، نكسره اي نوع شوكولاتة موجود عندك، وممكن لو في شوكولاتة شيبس برضو. هنجيب كده ونسيحهم. طبعا مش الكمية مش هتبقى محددة، بالنظر كده نعمل كمية بحيث ان احنا بس هنزين بيها القطع اللي احنا عاملينها. هما مش هيطلعوا كتير قوي يعني.
كده خلاص عدى عليها ساعتين 3 في التلاجة. خرجتها كده، نحاول بقى نقطعها قطع متساوية. نسويها بس من الجناب، ناخد الأطراف ونكمل بقى تقطيع. هي سهلة جدا وبسيطة جدا في مكوناتها وفي طريقتها، وسريعة طبعا. تقدري تعمليها على طول تحلية كده ليلة راس السنة والسنة الجديدة، كده تبدوها بحاجة حلوة. خلاص كده قطعتها. ومعايا طبعا الشوكولاتة سيحتها في حمام مية سخنة، او تحطيها في الميكروويف كده تسيح معاكي على طول. بس كده هنشكل نص القطعة كده من فوق. وتقدري برضو تحطي عليها اي شيء للتزيين، اي شوكولاتة كده فارماسيل او اي مكسرات عندك، وتحطي عليها يا ريت على طول، لان انا طبعا انتظرت لغاية ما اخلص كله، كانت الشوكولاتة مسكت، الجو برد طبعا. فما كانتش الفارماسيل عايز يمسك، فتحايلت عليه كده لغاية ما حطيته. فانتي طبعا وهي لسه كده طرية تحطي على طول اول باول، علشان الشوكولاتة بس ما تجمدش معاكي. شكلها طبعا جميل جدا وبسيطة خالص ولذيذة كمان في نفس الوقت. هتعجبكم ان شاء الله كده. وتقريبا كده اللي احنا بنعملها كل يوم، يعني كل يوم يوم ويوم، وقت ما نحب حاجة حلوة نعملها كده على طول، لانها سهلة وسريعة وكمان طبعا حلوة جدا. خلاص كده انا خلصت الكمية اهي. طبعا الشوكولاتة مسكت، وبعد كده حطيت عليها الفارماسيل. حاولت كده لغاية ما حطيته، لان الشوكولاتة كانت مسكت. تمام كده. هي الكمية مش كتيرة قوي، بس حلوة جدا ولذيذة. وألف هنا وشفا يا رب، ويجعلها كده سنة سعيدة عليكم كلكم بإذن الله. دي من أبسط الحلويات اللي ممكن تعملوها. ممكن طبعا برضو مع القهوة بتبقى لذيذة جدا، طعمها حلو قوي قوي. إن شاء الله كده تعملوها وتتهنوا. كل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.